اليوم نعطيكم كل اسرار العجين بالتفصيل. اذا كنتوا تعانوا كيف علاش ما ينفخش، اليوم راح تفهموا كلش خطوه بخطوه. نبداو بسم الله البيبي. اول سر مهم، الخميره لازم تكون جديده وماشي قديمه، وزيد الماء لازم يكون دافي برك. اذا كان سخون بزاف يقتل الخميره، واذا كان بارد ما تخدمش مليح. شوفي النتيجه بنفسك، عجين طري ومنفوش وخفيف. اذا طبقتي هذه الخطوه برك راح ينجح معاك كل مره ان شاء الله. دركا نحكي لكم كيفاش تخلوا العجين يخمر مليح ويعطيكم نتيجه هايله كل مره. ما خلوه في بلاصه دافيه وغطيه مليح وما تحركوش بزاف، وخلوه يرتاح حتى يتضاعف الحجم تاعو. دركا نروحوا لمرحله الطياب. هنا يبان الفرق اذا خدمتي صح ولا لا. لازم الفرن يكون مسخن قبل مليح، وما تفتحوش في الاول باش ما يهبطش الخبز، وخلوا الحراره ثابته. اذا عجبكم الفيديو حبيتوا اسرار اكثر على العجين قولوها لي في الكومنتار. تابعوني باش ما يفوتكم حتى سر من اسرار المطبخ الجزائري.